والله يا جماعة ما أنا مصدق اللي بيحصل ده. يعني حاجة غريبة جدا 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 جدا. زي ما انتوا شايفين التوك توك اللي ورايا ده اهو، واقفين حواليه ناس كتير. الناس دي بتشتري ايه، ولا بتبيع ايه، ولا بيعملوا ايه؟ للأسف ان زي ما انتشر على فيديوهات في الفيس ان دي واحد واقف بتوك توك وبيع اللي ما يتسماش، اللي طبعا اللي انتوا عارفين اللي بيه هو بيذهب العقل وبيذهب الايه في كله. المكان محافظة القليوبية، شبرا الخيمة، شارع أم بيومي. زي ما انتم شايفين واقف بيبيع، عمال يبيع المواد المخدرة والعياذ بالله. ربنا يحفظ أولادنا وشبابنا وأهلنا منها. إزاي بس ده هو ينساب في وضح النهار كده يبيع؟ يعني من ناشد السادة المسؤولين طبعا بالوقوف على المشكلة دي، المصيبة دي، وإن هم يتخذوا فيها إجراء سريع عشان حفاظا على المجتمع وعلى الناس وعلى الشباب. انتوا شايفين كذا فيديوهات بتظهر ان العالم دي لما بتكون واخده المواد المخدره دي او المواد اللي انتوا عارفينها اللي ما تسماش، بيبقى عاجله فين؟ ما فيش عجله خالص. هو يتمرق في الارض، واللي كذا، واللي طبعا زي الحوادث اللي حصلت قبل كده كتير بيبقى تحت تأثير مثلا أي أنواع من أنواع القرف دي، بيذهب بعقله بيأديه إن هو يغتصب ويقتل، وأفعال يعني ما لم ربنا ما أنزلش بها من سلطان. تبص تلاقيه بعد ما يفوق يقول أنا كنت تحت تأثير المخدر دي. ما ينفعش يا جماعة. منه الله اللي كان السبب، منه الله كان السبب. وكان في خبر طبعا إن تم إيداع ابن محمد رمضان اللي هو بوظ الشباب، بوظ 3 أجيال، إن هو أودعوه طبعا دار الرعاية عشان المشكلة اللي كان عاملها إن هو ضارب طبعا عيل زميله. وطبعا التحقيقات كلها وصلت إن هو هيودعوه دور الرعاية. إن صدقوا يعني إن هو هينسجن أو في دور الرعاية، لكن أبوه بينفوذه على ما أعتقد يعني كده. ربنا يسترها. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أولادنا ويحفظ أهلنا من كل سوء. ما تنسوا تدعمونا وتشتركوا معنا بالقناة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحل كل المشاكل في إيه؟